السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بمناسبة ان القرنبيط منتشر جدا في السوق، تعالوا النهارده نتكلم ازاي ننقيه من السوق وازاي نعمله وايه سر المهنة بتاعه. بس الاول تعملوا لنا حركة اللايك وتعملوا لنا متابعة على صفحتنا وصفة سهلة مع احمد. اول حاجة هنجيب القرنبيطة تكون بيضة زي القشطة، ما تكونش مصفرة، ما يكونش فيها اي صفار ولا يكون فيها اي سواد. تاني حاجة لما نيجي ننقي القرنبيطة ننقيه الظهر بتاعها يكون لازق في بعضه ويكون متين، تحس ان هو ناشف، ما يكونش فيه اي حتة طرية. تالت حاجة وانتي بتسلقيه يا ست الكل تحطي في مية السلق بتاعتك تحطي ملح وكمون. وعشان اقولك بقى سر المهنة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكتبي تحت في الكومنتات. سر المهنة بقى بتاعه ان انتي تحطي مع المية ربع كوباية لبن، هيخلي طعمه حكاية بعد كده، وهيخلي لك لونه شاهق ومش هيصفر ومش هيسود كمان منك بعد السلق. رابع حاجة لما تيجي تنشليه من المية تحطيه في مية متلجة او مية ساقعة عشان ما يتهريش منك. والايام الجايه يا ست الكل قولي لي عشان نحط لكم وصفات جديده للقرنبيط عشان تعملوا بيه وتجددوا بيه سفرتكم.